خلاص احنا فاضل اسبوع بالظبط على الجامعه، فده انسب وقت انزل فيه الفيديو ده. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كلنا عرفنا عنوان الفيديو اساسيات شنطه الجامعه وايه اللي هاخده معايا في الجامعه، يبقى اكيد الفيديو ده للبنات بس. تمام، النهارده هقول لكم تاخدوا معاكم ايه في شنطه الجامعه. خلينا ندخل بقى في الموضوع على طول، بما اني انا خلاص بقيت في ثالثه جامعه، فعندي خبره سنتين في الجامعه وشنطه الجامعه والحاجات اللي بناخدها معانا في الجامعه. بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه، انا هعمل فيديو تاني للشنطه، هكون انا بقى جبت حاجتي. انا هعمل لكم الفيديو ده بالحاجات البسيطه اللي انا ممكن اخدها معايا، ومش لازم اكلف نفسي ومش لازم اجيب حاجات جديده كل سنه. انا الحاجات اللي هوريها لكم دي معايا من اولى جامعه، زي ما قلت لكم ان الحاجات اللي انا هطلعها دلوقتي بالفيديو معايا من اولى جامعه، بقالها سنتين بالظبط وانا بستخدمها عادي جدا. احنا مش في المدرسه عشان نقول دي قديم وده جديد، بالعكس انتي لو معاكي شنطه اصلا تقدري تحافظي عليها الاربع سنين بتوع الجامعه، ما تقلقيش ان الموضوع ده كلنا بنعمله اصلا في الجامعه. طيب يلا ندخل بقى على الموضوع على طول. انا دلوقتي هوريكم شنطه الجامعه بتبقى عامله ازاي. اول حاجه بس كده في ترند طالع شنطه التوتي باج، هحطها لكم دلوقتي زي ما انتم شايفينها كده. الشنطه دي مش عمليه خالص، انا الصراحه ما جربتهاش بس انا شفت ناس كتير جدا بتشتكي منها. طيب ليه؟ اولا هي مش عمليه خالص، بالذات في الصيف، في دخله الصيف. طبعا احنا عارفين ان اول شهرين في الجامعه في الترم الاول بيبقى فيهم صيف رخم شويه، معنى كده ان احنا بنبقى عايزين حاجات كتير في الشنطه دي، فما ينفعش ناخد الشنطه التوتي باج اللي انا دلوقتي حاطاها لكم. ما ينفعش خالص، في ناس بتقول عليها توتي باج وفي ناس بتقول عليها توتي باج، فانا عن نفسي بقول عليها توتي باج. المهم الشنطه اللي انا قلت لكم عليها ما ينفعش خالص ناخدها. طيب ليه؟ اولا هي مش عمليه جدا، ثانيا هي ضعيفه قوي، مش هتستحمل اي حاجه من اللي انا هقولها، مش هتستحمل حتى تحط فيها حاجه خالص، هي بس تصوير وبس. ايوه هي تصوير وبس. لو تلاحظوا ان انتوا هتلاقوا كل اللي ماسكينها بيتصوروا بيها وبس، لكن هتلاقيهم ماسكين كل حاجاتهم في ايديهم اساسا، فملهوش لازمه ان احنا نتصور باي شنطه من صحابنا بقى، لكن ما ناخدهاش معانا عشان ده لمصلحتنا اكتر. تمام، النهارده هوريكم الشنطه. هما شنطتين انا كنت بستخدمهم من اولى لحد دلوقتي، لو جبت شنطه جديده او حاجات جديده هعمل فيديو تاني. اول شنطه الشنطه دي تمام، دي انا جبتها في تانية جامعه الترم الاول. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا. الشنط دي بتلاقوها في اي مكان بتاع شنط، بتلاقوها في اي حد عامه يعني بيبيع شنط. هي بتبقى كده زي ما انتم شايفين، بتبقى ليها 3 سوست. طبعا اول سوسته بتحطي مثلا فيها الفلوس هقول لكم دلوقتي، بس الشنطه دي بجد تحفه وعمليه قوي زي ما انتم شايفين كده. هي كبيره جدا من جوه، تمام، وليها جيب كمان. بجد انا برشح لكم الشنطه دي لان هي حرفيا بتاخد حاجات كتير قوي، مع ان هي تبان ان هي صغيره بس حقيقي بجد جميله قوي. بجد ارشحها لكم لو عندكم الشنط زي دي في المكان اللي انتوا ساكنين فيه. عايزه اقول حاجه مهمه، شنطه الجامعه غير شنطه المدرسه. الشنط اللي احنا بنشوفها بتاعه المدارس دي كبيره قوي، احنا مش بنحتاج الحاجات دي خالص. هما سطتين، الشنطه تكون كبيره شويه، لا تكون عادي يعني ما بين ده وما بين ده، ما تبقاش شنطه كبيره زي اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هوريكم شنطه برده كانت طالعه ترند لفتره قريبه، اللي هي بقى بتنور في الضلمه والكلام ده، فانا جبتها وقلت يا ترى هي هتبقى عمليه ولا لا. ان الشنطه زي ما انتم شايفين كده بجد عمليه جدا جدا، بالرغم ان هي سوسته واحده بس كبيره ورا وسوسته صغيره ليها جيب وجيب كمان. عايزه اقول لكم ان الشنطه دي يعني عامه اي شنطه في الحجم ده فبجد هي مناسبه جدا جدا للجامعه. متلاقيش خالص وهاتي منها واحده او 2 على حسب مقدرتك، بس المهم ان انت تجيبي من الشنطه دي، ما تخافيش جدا، حجمها هيكون مناسب على قد ما تقدري تحطي فيها هتكفي برضه. دلوقتي بقى هوريكم ايه هي الاساسيات اللي هتتحط جوه الشنطه. اهم واكتر حاجه هنستخدمها الفتره اللي جايه، الشهرين اللي جايين دول في الجامعه حر وشمس وكلنا بنستخبى في الشنط، فليه نعمل في نفسنا كده؟ احنا ممكن ناخد معانا كاب، اي ايس كاب عامه، اي كاب من دول عندكم، حتى لو كاب باباكوا اخوكوا اي حد من عندكم في البيت تاخدوا منه الكاب ده تروح بالجامعه. حرفيا بجد بيفرق جدا في الشمس. كلنا عارفين ان احنا هنتمرمط في الشمس من الجامعه، لان احنا هنبقى يوم كامل في الجامعه وبننزل في عز الشمس، فطبعا احنا اول الشهرين دول او ال3 شهور دول من 10 لحد نص 11 ممكن تقول عليهم 2.5 شهور، هما دول اكتر 2.5 شهور هيكون فيهم شمس في الترم الاول. هناخد الكاب اللي انا وريته لكم ده، اي كاب عامه، ده في ناس بتروح بشمسيه على فكره، تقدري تخبي نفسك من الشمس باي شكل من الاشكال، لازم تاخدي الكاب معاكي. تاني حاجه واهم حاجه طبعا برضو بالنسبه للشمس، عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تاخدوا ازازه الميه اللي هي بتبقى كده، الازازه دي
في فرق ما بينها وما بين الازازه اللي انا هوريها لكم. الازازه دي بجد بتسقع الميه جدا جدا جدا، بتحطيها طبعا جوه الكيس زي ما كنا بنعمل في المدرسه. فالازازه دي طبعا الغطا بتاعها موجود، بتحمي الميه جدا ان هي تفضل ساقعه طول اليوم، طول المحاضرات، طول ما انت حاطاها في الشنطه. فلازم تاخدي معاكي ازازه ميه لان احنا هنحتاج ميه جدا في الفتره دي. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجو هيبقى حر طبعا زي ما قلت تاني، فلازم ناخد معانا ميه. ما تقلقوش الازازه من النوع دي مش عارفه اسمها بصراحه، بس هي شكلها هتعرفيها لوحدها. برضو يعني انصحك ان انت ما تفضليش واقفه قدام الازازه في الشمس، لا انت تبقي حاطاها في الشنطه وتتاكدي ان هي هتكمل معاكي اخر اليوم ان شاء الله. في ازازه كمان طلعت من الازازه دي، هي حلوه قوي وجميله وشكلها كيوت، بس هي مش عمليه لان الازازه دي انا دلوقتي لسه ملياها وكانت متلجه. مسافه ما قعدتها جنبي كده على الكرسي وفي تكييف شغال التلج ساح زي ما انتم شايفين كده، ما بالك بقى لما تاخدوها معاكم الجامعه. بجد انصحكم ان انتوا ما تجيبوش الازايز دي، غير لو انتوا هتجيبوها في الشتاء تمام ماشي، مش بنشرب ميه ساقعه فممكن نجيبها، ممكن نجيب الحجم ده، وفي حجم اصغر برده هبقى اجيبه وهوريهولكم في الفيديو اللي جاي. مش هتكفي معاكم خالص اللي هي تبقى ساقعه في اليوم الدراسي بتاع الجامعه. واحنا جبنا كاب وهننسى نجيب نضاره، طب ازاي؟ هتحمي نفسك من الشمس بالكاب بس. طبعا لازم يبقى معاكي نضاره شمس، لازم شنطتك تكون فيها نضاره شمس حتى لو عندك بقى 20 سنه، بس لازم تاخدي نضاره شمس بجد. حرفيا انت مش متخيله يا بتوع سنه اولى جامعه، انت وهي اللي بيتفرجوا عليها على الفيديو مش متخيلين الشمس فعلا بتبقى عامله ازاي. حمي نفسك كده، تبقى معاكي نضارتك وكابك، وان شاء الله انه هيعدي زي الفل ومش هتحتاجي اي حاجه تاني. كاب، ميه، خدنا ايه تاني، نضاره شمس. هناخد طبعا معانا حاجه نحط فيها الفلوس بتاعتنا لان ما ينفعش نحط فلوس في الشنطه، هنحط فلوسنا في البوك ده جوه الشنطه. اي بوك عامه انا بجيب البوك كده صغنن كده وبيكفي كل حاجه. فعايزه اقول لكم ان انتوا لو جبتوا البوك جوه الشنطه فما تقلقوش وهتكفي برده ان شاء الله. اهم حاجه اهم من اي حد في الدنيا الشاحن بتاعك. احنا هناخد معانا الشاحن بتاعنا. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، السكشن او كان انت هتقعدي فيه في المحاضره لو الفيشه بعيده عليكي فانتي طبعا مش هتعرفي تتصرفي. وانصح اي حد بيتفرج على الفيديو ده ما يحطش الشاحن بعيد عنه يقول مش هيحصل حاجه، لا هيحصل، ممكن يتاخد عادي جدا وانتي مش واخده بالك. ممكن يتاخد منك الموبايل في ثانيه وباي باي الشاحن والموبايل. فممكن تجيبي باور بانك، فلو انتي مش قاعده جنب الفيشه احسن لك تجيبي باور بانك او شوفي حد معاكي باور بانك، بس برضه تاخدي الشاحن يمكن حاطك يطلع حلو تبقي جنب الفيشه. هو انتوا فاكرين بقى ان انا بعد ما قلت كل الحاجات دي هنسى حاجه مهمه قوي؟ طب ممكن تفكروني؟ انتوا نسيتوا صح؟ ماشي انا هقول لكم. جيب المذبحه دي مذبحه الكترونيه بتتباع في اي حته، حتى لو انت جامعتك قابلها مترو بتتباع طبعا. شايفينها زي ما هي كده، دي برده كانت طلعت عندي في رمضان انا جبتها حتى لو على التليفون، بس انا بقول دي احسن. بيبقى في محاضرات كتير قوي مش بتبقى موجوده اصلا ولا حد بيشرح فيها حاجه، فانت بتسلي نفسك وبتاخدي ثواب كبير جدا جدا جدا. بلا هاند فري بقى بلا الكلام ده، طول ما انت ماشيه تسبحي ده ثواب عظيم جدا جدا جدا. احنا بقى لما نروح الجامعه نقعد كده في المحاضره هنكتب على ايدينا ولا ايه؟ هنجيب معانا نوت بوك صغيره كده، شايفين زي ما انتوا كده شايفين النوت بوك الصغيره دي. هي في الكاميرا كبيره بس هي صغيره جدا. عايزه اقول لكم شكلها حلو لكم ان النوت بوك الصغيره دي بتكفيكم بجد في كل حاجه. نمشي بيها نفسنا اول اسبوع، ممكن تجيبوا واحد كبير وواحد صغير زي ده. فانا بنصحكم تجيبوا حاجه زي كده في الاول، تشوفوا الدنيا فيها ايه، تسجلوا فيها الاسامي، الجدول، كل حاجه تسجلوا فيها في الاول ده. بعد كده ان شاء الله تشوفوا الدنيا في ايه وتجيب واحد كبير. بعد كده هناخد قلم جاف وقلم رصاص معانا، ممكن كمان تاخدي قلمين جاف بحيث ان لو ده ضاع، انا عارفه ان انا بقول ايه كويس، القلم هيضيع منك في اول يوم جامعه عادي جدا، تحطي كده القلم مش هتلاقيه تنسي انت حطيتيه فين، فيبقى معاكي واحد تاني تمام. ممكن اي لونين عادي او لونين زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه يكون معاكي قلمين علشان لو واحد ضاع زي ما قلت لك كده تبقي معاكي واحد تاني برضو استبني يعني، وبيبقى اكتر حاجه تفتكرها يبقى معاكي قلمين. دي حاجه انصحك بيها اكتر. دلوقتي بقى اهم حاجه في الحياه كلها ان احنا ناخدها معانا في الجامعه، المناديل ثم المناديل ثم المناديل ثم المناديل. اوريكم الفيديو اللي جاي، بس انا بقول لكم لازم تجيبوا المناديل لان احنا هنتعب جدا جدا من الشمس برضو، فلازم يبقى معاكي المناديل. طبعا وفوط صحيه اكيد مش هنسى اقول عليها، بس لازم يبقى معاكم الحاجتين دول زي ما قلت. وان شاء الله يبقى يوم جميل وما تقلقوش من اي حاجه،
واليوم هيبقى حلو قوي. ما احنا دلوقتي شفنا كل حاجه هناخدها، هي اهم الاهم حاجات اللي ممكن تاخديها وابسط الحاجات مش هتكلفك كتير. والحاجات دي لو عندك اصلا بالفعل ما تتكسفيش ان انت تروحي بيها خالص. محدش يتكسف من حاجته يا جماعه، احنا في جامعه خلاص، احنا كبرنا، مفيش حد يقولك حاجتك قديمه حاجتك جديده، حتى لو قديمه عادي جدا بجد. متقلش على اهالينا لان احنا عارفين الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، البلد كلها ضايعه. او عندك اي حاجه من الحاجات اللي انا دلوقتي عرضتها في الفيديو موجوده عندك بالفعل استخدميها. قبل ما انهي الفيديو يا رب تكونوا انبسطتوا معانا، وان شاء الله هعمل لكم جزء تاني لما اجيب حاجتي او ارتب حاجتي انا بقى، واقول لكم ايه الحاجات اللي انا جبتها زياده، وممكن كمان ما اجيبش حاجه واستخدم الحاجات اللي انا وريتها لكم دي عادي جدا. فان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لعدد اكتر اللي رايحين اولى جامعه وغيرنا يستفيد.